السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يسعد لي أوقاتكم من وين ما عم تتابعوني. كيفكم؟ طمنوني وياكم إن شاء الله تضلوا دائما بخير وكل الهلا فيكم في فيديو جديد. وهون عملت أطيب قالب كيك، بس شو كيك غير شكل. بس قبل ما نفوت بأجواء الفيديو خلونا نذكر الله ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخلونا نكسب الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومثل ما انتوا شايفين يا صبايا، أول إشي حطيت بيضتين وبلشت أخلط فيهن، وهون كمان ضفت كاسة سكر. بالنسبة للسكر يعني حسب ما بتحبوا حالات الكيك، تمام. وهون كمان ضفت كاسة زيت بنفس كاسة السكر. وهون كمان ضفت لبن، يعني فيكم تضيفوا حليب أو لبن، يعني هذا الشي كمان بيرجع لكم انتم. وأهم شي الكاسة نستخدمها للزيت وللسكر وللطحين بتكون نفس الكاسة، يعني عشان العيارات، عرفتوا علي. وهين كمان ضفت طحين. بالنسبة للطحين أنا ضفت 3 كاسات ونص، وبلشت أحرك فيهن منيح ألا يندمجوا مع بعض، تمام. لازم يندمج الخليط مع بعضه 100%. وهون كمان ضفت كاكاو وشوية قهوة. وهون بعد ما انخلط عندي الخليط منيح، خليط الكيك، جبت قالب ودهنته طحين وزيت، ونزلت خليط الكيك بهذا الشكل مثل ما انتوا شايفين. وهون جبت طنجرة ماي وحطيت فيها نصها ماي، وحطيت قالب الكيك فيها، وأول 5 دقايق نخلي النار عالية، تمام. وبعدين نهدي عليها. بس أول 40 دقيقة لازم نكشف عن الكيك عشان نضمن نجاحه. وهين بعد ما صار عندي 40 دقيقة كشفت عن الكيك، وهاي النتيجة. شفتوا يستوى وما شاء الله عن جد روعة روعة. يعني ما في فرق، يعني الواحد يسويه بالطنجرة أو بالفرن، عرفتوا علي. يعني عن جد طلع غير شكل روعة. بس مثل ما حكيت لكم، أول 5 دقايق نخلي النار هادية، بعدين بنوطي عليه بنخليه على نار هادية لمدة 40 دقيقة، نكشف عنه ونشوفه، تمام. وهون كمان ذوبت شوكولاتة، ومثل ما انتوا شايفين بلشت أسيح فوق الكيك بهذا الشكل. وهيك هاي النهاية الأخيرة للكيك، وهاي النتائج. شوفوا لي ما شاء الله عن جد روعة روعة. وهون شو صار بدها فنجان قهوة، بس مو أي فنجان، يعني يكون فنجان متعوب عليه. وبس هيك، هذا كان فيديو اليوم، أتمنى إنه نال إعجابكم. إذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك، والمو مشترك يشترك عشان يصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. ودي أقولكم دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.